وده يوم في حياة عندها طفلين. اللي متابعني وعارف ان نوح خلاص قدامه شهر وكام يوم ويتم السنتين ما شاء الله. بجد حاسه الايام بتجري بسرعه قوي. المهم ان في خناقه ما بيني انا وماما ان نوح المفروض ينزل نيرسري، وانا بقول لها ان هو لسه مش دلوقتي، فمحتاجه رايكم في الموضوع ده ضروري. ده لان نوح لسه ما بيعرفش يفسر كل الكلام، وان الخطوه دي لسه عليها شويه بالنسبه لنوح. بس الفكره فضلت في دماغي ان انا محتاجه حاجات تفضل مركزه معاه وابعده عن الشاشات والموبايل، وان انا اكون مشغله له دماغه واعوض له موضوع النيرس ده في البيت يبقى قدام عينيا. وانا قاعده كده بقى بقلب لقيت البيت دي كده قدام عينيا، لفتت نظري ان هي كل حاجه عندها بالتلوين، هي تعليميه بس بالتلوين، يعني يعرف اشكال الحيوانات وكمان الخضار والفواكه، كمان هيتعرف على الارقام، في حاجات كتير جدا موجوده على حسب سن الطفل. واهم حاجه بالنسبه لي ان هي بالتلوين، لان بجد بتخلي الطفل ان هو يتشجع، هيلون، هيتعرف على الحاجه، هيعرف ينطق، هيعرف الالوان. فاحنا كده بنلعب وفي نفس الوقت بنتعلم مهاره، ودي اكتر حاجه لو طفل ان هو ما بيحبش المذاكره فبجد هيبقى حلو قوي بالنسبه لي، انه هيبقى بيلعب وكمان بيتعلم وبيكتسب حاجه جديده. متاح عندها 3 لغات، انجليش وعربي وكمان فرنش، فتقدري تختاري الحاجه المناسبه على سن طفلك وهي هتساعدك في ده جدا، وكمان تختاري اللغه المناسبه ان انت عايزه تعلميها، لان البوينت دي هتساعدك جدا وهو من سن صغير. تقدري كمان تجيبيها لو ابنك في مدرسه او في النيرسري او لسه صغير وعايزه تنمي مهاراته، فالكتب دي هتكون ممتازه قوي ليه، منها هيكون بيلعب ويطلع الطاقه اللي عنده وفي نفس الوقت هيستفاد. ما تنسيش تقولي لي مع ولا ضد النيرسري في السن ده.